أول شيء باهدي هذا الإنجاز لهذا الجمهور العريض اللي حضر اليوم وساند الفريق، وهذا شيء مو غريب عليهم. هذا جمهور الذهب ويستاهلوا الذهب، وإن شاء الله نعدهم إن شاء الله بمزيد من البطولات. عندنا بعد بكرة إن شاء الله بطولة التنس بإذن الواحد الأحد، كمان إن شاء الله نفرحهم ببطولة التنس إن شاء الله للدوري. ليش هديتوا رئيس النادي الاتحاد الميداني؟ هذا قد ما نشكره ما نوفيه حقه، ابو محمود ما نوفيه حقه. ثلاثة ما تكفي الجمهور الذهب هذا. وان شاء الله بطولة خليجية ان شاء الله باذن الله باذن الله. نهديها للإدارة الصادقة دي والرجال الطيب ده اللي واقف معانا من الصبح ليل الليل في كل مباراة في كل تمرين في كل معسكر، وهذه كلمة صدق. الله يعطيك الصحة والعافية ويعطيكم بقد نيتكم الصالحة. طيب اللاعبين كلهم يهدوا لك الميداليات، شفت شوي ودموعك تنزل، ايش السر؟ ايش العلاقة ما بينك وبين احب الاتحاد واحب لاعبين الاتحاد، وكل من يلبس شعار الاتحاد انا احبه. واليوم انا مبسوط الحمد لله، بطولتين في ظرف اسبوع، وان شاء الله عقبال ما اهنيهم ببطولة الخليج يا رب باذن الله. السلة الجمباز بطولات، جمباز بطولات، تنس الطاولة بطولات، ان شاء الله القدم بطولات، ان شاء الله لسه عندنا الدوري ما يئسنا من الموضوع. الاهلي ادانا فرصة اخرى وان شاء الله ربنا يسهل الامور. بالنسبة للترشيح انا زي ما قلت لسه ما اجتمعنا كمجلس ادارة، طبعا نحن راينا جماعي وليس فردي، وان شاء الله حنجتمع وان شاء الله حنعلن ايش بالضبط اللي راح نسويه كمجلس اداره. الشيك ردينا عليه، الشيك راح في حسابي باسم هيئه اعضاء الشرف، لانه ما دخلناه في الحساب الرسمي تحسبا لاي اشياء اخرى تجينا مفاجات، وما ابغى تفسرها اشكل من كده. والشيك صرف، والدليل انك انت كيف قدرت تسجل لاعبين اجانب، تسجل لاعبين محليين العام، سددنا منها رواتب متأخرة للاعبين المحليين، سددنا رواتب للعاملين في النادي، وإن شاء الله قريبا حتنزل تيبل توريك كل الدفعات حق 30 مليون. ايش طلع موضوع الشيك الآن؟ ما أعرف، لا تسألني، أنا بعرف إيش السبب ماني عارف، ولكن عيب رجل في قبره ورجل جاء خدم النادي في النهاية نشكك في ذمته. عيب عيب عيب. الأشخاص هذول اللي يقولون تلتفتون لهم أو لا؟ ما بتكلم عن ايش حنسوي، لكن ان شاء الله حق احمد مسعود المرحوم محفوظ باذن الله، ونحافظ عليه باذن الله. ثمرات عملكم تحتفلون برباعيه. هذه مو ثمرات عملنا، ثمرات عمل الجميع، وبدءا بابو عمر الله يرحمه، هو اللي لم الشمل وهو اللي اختار مجلس اعضاء الاداره اللي انتم شايفينه، والحمد لله لك يا رب، نحمد الله ونشكره. المهندس حاتم باعشن في الجزء الثاني مع زميل ناصر قحطاني يتحدث عن مسألة منع الاتحاد من التسجيل، ايش آخر التطورات؟ قرار منع التسجيل ايش صار عليه؟ لسه نحن سوينا استئناف بننتظر الرد، وفي الاستئناف طلبنا انه يسمح لنا بالتسجيل. طبعا راح ياخذ وقت، لكن طلبت من المحامي انه يستعجل فيها، وبننتظر الرد ان شاء الله. أقل من 6 شهور تتحققون هذه البطولات، هذا انجاز. هذا اكيد انجاز، لكن ينسب الى الرجال اللي معانا في الملعب. هذول الرجال اليوم شفت اليوم الحمد لله من اول المباراه الاخيره والاتحاد متقدم في خلال 4 أكوار 3، الحمد لله لك يا رب. حاجه كلمه يبعبعون كنت تقصد فيها شخص معين؟ لا لا لا، انا تكلمت عن البيان ما في شيء، كان بيان يعني سيبوا لب الموضوع، ارجع اقول، ودخلوا في ادارتنا. نحن ادارتنا ما عمرها تعرضت لاي اداره. اللاعب انت طعن في توقيعه، واجه اللاعب بالحقائق، ما تواجهني انا ما طلعت تكلمت ولا قلت اي شيء. انتم ما تقصدون اداره معينه، بس تقصدون على انه الاداره هذه طلعت بيان. صوت الناس اللي بتتكلم في الفاضي والمليان، هذه اداره حاتم باعشين ومجلس ادارته سوت الشيء الحمد لله اللي نحن نكون فخورين به مع ابنائنا وابناء ابنائنا. يكفيني انا محبه الجمهور الحبيب هذا، يكفيني، بس يكفيني افتخر بادارتي كلها ما هو بيها. انا زي ما قلت عود من حزمه، ناس بتشتغل معايا. اليوم شفتوا جهد المهندس عبد البديع لاري، المهندس عبد المجيد بنان، هذه كلها جهود للناس هذه، وما انا الا قلت لكم عود من حزمه،
ان شاء الله ربنا يوفقنا لخدمه النادي لاشياء احلى واحلى. جيت على سياسه ابو عمر انك توكل كل شخص مهمه وتحاسب عليه. هذا لا ما حاسب، لان عندي ثقه فيهم. تدي لهم الثقه وتدي لهم الامكانيات والاثوريتي، وبعدين انت تشوف كيف الحمد لله بيبدعوا. انا بوجه شكرا اليوم برضه الى اخويا خالد التميري. اليوم شفتوا انتم في راعي كان لفريق السله، وهذا يعني جهد يشكر عليه، وهذا جهده. فلذلك انت طالما تعطي الثقه لزميلك في مجلس الاداره وتعطي له الاثوريتي حيبدع ويديك، وهذه نتائجها. خامس لقاء اسويه معك دائما تشكر خالد التميري لانه جهده لا ينكر، الله يسلمك، جهده لا ينكر ولا اقلل من جهد الاخرين. اليوم المهندس عبد المجيد بنان البطولتين هذه اللي انتم شفتوها، هذا جهد عبد المجيد بنان مع لاعبينه.